ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهارده قبل ما نبدا الفيديو زي ما متعودين نصلي على النبي ونشوف فيديو النهارده زي ما انتم شايفين كده البنوته اللي معانا اللي زي القمر. اول حاجه نقول بسم الله ما شاء الله، ربنا يحميها يا رب ويحفظها لاهلها. هنشوف الروتين بتاعها لكام يوم بس هتتفاجئوا الصراحه، انا نفسي اتفاجئت وطريقتها ما شاء الله عليها. دلوقتي اول حاجه زي ما شفتوا كده قامت من النوم، رتبت غرفتها او السرير بتاعها زي ما شفنا مع بعض. بدأت تعمل حمام زيت لشعرها وهتلفه وتسيبه عبال ما تروق شوية وبعدين تدخل تاخد الشاور بتاعها. بعد ما لفت شعرها دخلت علشان تحضر الفطار بتاعها. فطارها زي ما انتم شايفين سهل وبسيط كده، وتقريبا كده كله مواد او حاجات مفيدة. يعني هو المفروض ده كده الصراحة، يعني المفروض الواحد على الصبح او نعود الاطفال ان هم يعني ياكلوا الاكل الصحي. هي شوية ممكن الحتة اللي جاية هتعمل اندومي، ودي الصراحة اللي ما عجبتنيش، لان الاطفال بيقلدوا بعض وانا الصراحة رافضة موضوع الاندومي خالص. بس بالهنا والشفا على قلبها يا رب. هي خدت الشاور بتاعها ورجعت غرفت الاكل علشان هتقعد تفطر، وبعد ما هتفطر هنشوف مع بعض هتقوم تعمل المهمة التانية. طبعا هنا هنقول بسم الله ما شاء الله عليها وبألف هنا وشفا على قلبها يا رب. بنوتة زي العسل الصراحة، دخلت قلبي، واتمنى الحاجات الحلوة اللي بتعملها دي الأطفال يتفرجوا على الفيديوهات اللي زي كده يتعلموا منها. دلوقتي بقى هي دخلت على المطبخ، جابت فخدتين الضان اللي شايفينهم مع بعض دول، هتلفهم بالطريقه السهله البسيطه دي. حطت قطعتين الزبده وخلاص كده، هتغلفهم بالورق الفويل وتدخلهم الفرن. كل حاجه زي ما انتم شايفين هي ما شاء الله بتعملها. هي بس مش هتطلب غير حد يرفع الصينيه مكانها، لان الصينيه اكيد طبعا تقيله عليها، بسم الله عليها صغيره خالص. فهنشوف مع بعض دلوقتي النتيجة. أكيد من إيدها طبعا هتبقى زي العسل ما شاء الله عليها، يعني هي البنوتة زي العسل، وبتعمل الحاجة تحس إنها بتعمل كأن أنسة كبيرة كده، بتعمل حاجة بحب. هنا بدأت تعمل الوجبة التانية، هنشوف مع بعض كده، وتقريبا ده يوم تاني. طلعت هتعمل كبدة المرة دي. زي ما انتم شايفين نظفتها واتشالت الطبقة اللي احنا بنرميها، وبدأت تنزل اللية كده، هتحمرها وبعدين هتشيلها. يعني خطواتها اي طفل ممكن يعملها على فكرة، ممكن بس الخوف من موضوع النار من السكينة بس كده. ويا ريت بقى لو هنعلم اطفالنا نخلي ايد الطاسة بعيد على جنب كده علشان ما تقعش عليهم. هنا بتدوق طبعا هتقول لكم رايها بس من غير ما تقول رايها، يعني هي بنوته زي العسل وزي السكر. قعدت تتفرج وتستريح شويه على التلفزيون او الفيلم بتاعها، ففكرت انها تعمل حاجه تتسلى فيها وهي قاعده كده تتفرج على التلفزيون. ففكرت طبعا في الحاجه السريعه اللي الاطفال كلهم مدمنينها، الاندومي. بس انا الصراحه فكره الاندومي رفضها. بدات تزود عليها حاجات يعني تزود القيمه بتاعتها. زي ما شايفين كده هتحطها في الصينية وتظبطها. طبعا هي بتعمل لنفسها بس بتعمل حاجة بضمير، يعني هتقلبها في بعضها كده وتقعد بقى تحط كوباية اللبن، حاجة مفيدة جنب الحاجة اللي احنا خايفين منها دي. وهتقعد تتفرج على التلفزيون او على الفيلم بتاعها مع نفسها بدون مشاكل. هي حابة ان هي تعمل حاجة لنفسها بجد، يعني احسن حاجة بدل ما نقعد نزعق والناس كلها تسمع صوتنا. هي ما شاء الله عليها. دلوقتي بدأت تدخل تعمل الوجبة التانية، هنشوفها مع بعض. سهلة وبسيطة على فكرة طريقتها، اي حد ممكن يعملها، يعني ممكن ناخد منها الفكرة. هي طبعا ممكن الاغلبية عارفة الفكرة دي، بس ممكن ناخد منها فكرة الاكل يعني. بدأت تعمل الفراخ بالطريقة اللي انتوا شايفينها، اسهل منها ما فيش اهي. هتعملها بكل الثقة ما شاء الله عليها، ربنا يحميها، وهتشوفوها مع بعض. اتمنى بقى الفيديو في الاخر كده يعجبكم، اتمنى بجد الفيديو يعجبكم، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.